تمام. دخلت حوش الحاسة على أساس أني أنا جاي نعالج في البنت. البنت درت لها سكنت فيها شيء، وانا بدلت خادم بخادم من عندي انا، علشان ان شنو الخادم اللي نحطه انا هذا يتحكم في الحوش من جوا كله. انت قاعد في شقه في وسط الحوش، يعني شقاق البيت. فعلا فيه الناس، صح، في ناس تفاجئوا بك. في اللي قال لي اول مره نشوفه هذا، صح. في من اصحاب البيت لما دخلوا رجال الامن قال هذه شقه خويا، صح. من دقه تحرياتهم قالوا لا نحن نبغى الشقه هذه، صح. فلما قال لهم خويا مش قاعد، قالوا له رجال الامن احنا مضطرين، عندنا امر قبض، صح، وعندنا اوامر بمداهمه البيت، صح. فشنو الطريقة اللي درتها لدرجة انك انت خليت الناس هذوما رجاله مصنعين ممنعين معروفين في منطقتهم، ناس طيبين وناس محافظين، وأسر من الأسر الليبية المحافظة لا تعلم ما يجري في بيوتها، في داخل بيوتها، يعني بالعبارة لا يرى لا يسمع لا يتكلم. هو اللي درته أنا هو عبارة عن سحر محبة وطاعة وعقد لسان وحجب بالكامل. وجيت درت طلاسم على الحوش بالكامل على البيبان، وجيت دقيت المسامير في الحوش بالكامل رصد معين بطريقة معينة، بحيث ان ما فيش حد يدوي معايا ولا واحد يقول هذا من، وهم كلهم مغيبين، سواء ذكور او اناث، كلهم مغيبين. هنا عندك مبرزات كاملة صح. تتعلق بالسحر، صح. من أبخرة، من صح. مياه، صح. ملوثة، صح. من مواد سحر، من طلاسم، من عقد، صح. هذين كلهم لقيناهم داخل البيت. صح. يعني درس أنت كنت داير البيت غرفة عمليات، صح، وكنت تشتغل وتسحر في الناس من داخل البيت. صح. شنو الأصحاب اللي درت داخل البيت؟ هم طبعا أنا بالنسبة لي أنا لما كنت قاعد عندهم هنا ما كنتش اصلا ما كانش حد يعرف اني انا وين قاعد، ما فيش حد يعرف اني وين قاعد. انت كنت خايف من كنت خايف، ايوه، ولا حتى اي واحد في الدنيا يعرف انا وين قاعد. باهي، وكنت انا قاعد الفتره هذه كلها انا قاعد هذوما نبيهم يسكتوا وما نبيش حد يدوي. كنت انا كل يوم ندير لهم في حاجه جديده، وكل يوم ندير في حاجه جديده لهم، هم باش يقعدوا هم تحت السيطره عندي دائمه، لاني كنت ما نقدرش نفكر الا في الوضع اللي انا قاعد فيه بس. لكن يا ابراهيم ويأبى الله الا ان يتم نوره، والله عز وجل قال ولا يفلح الساحر حيث اتى. شاء الله عز وجل أن يبطل سحرك وأن يقبض عليك، وهذا قول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اليوم ولله الحمد والمنة أيادي رجال الأمن وولاة الأمر في ليبيا الحبيبة تطال السحرة والمشعوذين
جهاز دعم مديريات وحدة مكافحة السحر والشعوذة في منزل عائلة الحاسة. طبعا نحن كنا نبحث عن الساحر إبراهيم فترة طويلة إلى أن تم التعرف على المكان وضبطناه تحديدا في هذا المنزل، وتوجينا به نبوي يورينا مكانات السحر وكيف سيطر على هذه العائلة الطيبة من العائلات الليبية، وكيف استطاع أن يقعد فترة قرابة 8 شهور أو 9 شهور في هذا البيت بدون ما يعلم أصحاب البيت أو بالتحديد تحت تأثير السحر وهم لا يشعرون. طبعا هذين كتابات، أعطينا الضي هنا، أعطينا شوية. تمام. شفتوا الطلاسم المكتوبة على البيت. شنو الطلسم هذا يا إبراهيم؟ هذا طبعا هذا هي طلسم بتاع عقد لسان ومحبة. علي صوتك يا إبراهيم. طبعا هذا هي الطلسم، هذا انت عقد لسان ومحبة وطاعة، طاعة عمياء أهل البيت بالكامل. أهل البيت بالكامل فعلا سيطرت بالكامل بالطلسم هذا من هنا ومن هنا. الطلسم هذا انت بيش كتبته عندك عشان يمتحى؟ هذا كتبته، لا هو يمتحى، لكن كتبته كيف يمتحى؟ يمتحى بمية مرقية حيمتحى على طول. لكن هذا هي طبعا مكتوب بشنو؟ مكتوب بصبغة قطران، حاجة قطران. صبغة قطران؟ صبغة قطران. ولما يشوفوه اصحاب البيت ما يعدلوش عليه، يحسبوها هيك عادية، حاجة عادية، ما يحقوش فيه. الطلسم الآخر وين؟ الطلسم الآخر هذا الخلفي باش نشوف الطلاسم المكتوبة عليه. طبعا هذا الباب الخلفي. هذا الباب الخلفي يا شيخ. وهذا الطلسم مكتوب بمادة شنو؟ انت قلت الطلسم بدري. هذا بمادة تاعت قطران ومعجونة بشوية نجاسة. قطران ومعها نجاسة. معها نجاسة. شن درت في القطران من طلاسم او رموز كفرية او طلبات للشياطين؟ هو القطران هو طبعا قبل ما انت تدير به ضروري تقول عليه اسماء معينة، اسماء جنون يعني بالعربي، اسماء جنون. وبعدها تجي تكتب به وتكتب الارقام وتكتب الحروف نتاعك، ينزل التنزيل نتاعك كله. كيف يعني هذا الطلب تدير فيه خاص الطالب والمطلوب. خاص بالشياطين. طلبنا منك باش انت شنو؟ باش انا اتحكم في العائله بالكامل. درت قطران ومعها حاجه نجسه ومعها ماده نجسه مثلا حطيت فيه الطلسم المطلوب بالسيطره على الحوش بالكامل. هذا طبعا لما درتها ما مشاش ما صارش منه، يعني بالعربي جات الكتابه فيها غلط. انا عودت كتبتها هنا، لما دار الطلسم اللي على اليمين ايوه صارت فيه غلطه في طريقته الكفريه الشيطانيه، فعاود الطلسم في الجهه الشمال. ايوه. وهذا الرقم هذين يعني شنو؟ يعني مثلا الياء بدايه والمية هذه النهايه نتاعها. خلاص، يعني بالعربي الرقم مسكر، يعني مهما ان في واحد بيفطن لا يرقد اخر، فيقعدوا تحت تاثيرك. يقعدوا تحت تاثيري انا. درت شنو؟ تميت تجدد. تميت نرصد في الحوش. رصدتها بشنو؟ رصدتها بمسامير دقيت الفساس. هن المسامير هذين عباره عن عقد لسان وطاعه. كم مسمار تعرف عدد؟ تقريبي الله اعلم، انه تقريبي انه 25 او 30 او 35 مسمار، 40 مسمار قريب وتسكر الموضوع. هل الدق له مقدار معين او لا مقدار معين؟ لا ما تدقاش بالكامل، دقه بالكامل ما يصيرش منه. ضروري له مقدار معين. كل اللقون طلعت ضروري يكون في طلعه، ما يكونش. احنا بدينا نفكوا على الناس، وبدون ناس من اول ما انتبهوا يفكوا في الأسحار والمسامير بدوا يفكوا فيهم، لكن مكانات واضحات وقعدات. وريتها ورينا المكانات. هذا واحد وهذا واحد وفي غادي 3 قريب. باهي في غادي هناك 3. تعال
هذه مسامير تم هذين كلها حولنا واضحات. وفي واحد هناك. تعطيلهم. يا شيخ انا في واحد غادي يصور. تم رصد وفي هذا المنزل كيلة، في واحد هنا كان هنا بعدد حتى كان هنا في واحد كبير من المسامير. ايوه هو كان هنا. طبعا مكان المسمار بيكون صغير حافظهم. وبدينا نحن نفكوا فيهن. في واحد فوق هنا، في واحد هنا، في اثنين هنا كانت باهي، وفيها واحد هنا كان مكانه حتى هو. عارف شوي المسامير هذينا تجديد يا ابراهيم. لا هذينا يا شيخ بعد فتره دق. لا هذينا دقه واحده، لان هذينا لما انت تاخذهم وتقول عليهم بالرقم خلاص يقعد بدينك انت قاعد والحاجه قاعده معك. اثناء دقك للمسمار هل لما تقرا وتقول كلمات الكفريه وطلبات الشياطين لما تقولهن بعد الدق هل تقول في كلام او لا؟ نقول في كلام. لما تاخذ المسمار وتحطه وتبي تدق تقول عقدت لسانك وربطت بيدك، حط المسمار وتقول وتحط الاشخاص اللي تبيهم في راسك هنا وتقول عقدت بالمحبه والطاعه، عقدت بالمحبه والطاعه، عقدت بالمحبه والطاعه. مين يخش المسمار بمقدار معين، مثلا المسمار هيك يخش هيك خلاص تمام انتهى الموضوع. هيك عقد. والله المستعان. طبعا انا لما درت للطلسم قلت له اكتب اسمك في الجوانب الاربعه. هو قال لك درت لا هو اعطاني داير طاو هنيه صفره بتاع التقريد حاط فيها فزوات. قال لك اكتبني بيدك. قال لي اكتبني بيدك. كتبت الاسامي بتاعتي هنا باليد بتاعي بالحبر بريشه دايره هيك. كتبت الاسامي بتاعتي هنا في الاربع زوايا وفي النص في المربعات هذينا. قال لي مش عارف عشان تدير. هو طبعا لما كتب اسمه في الجوانب الاربعه هذا اثر منه خلاص، هذا اثر يعني بالعربي هو بروحه كتبه. تمام. خذيت الورقه طبقتها وقلت له هذه حطها في البشك. تمام. لما طبقت الورقه حطها في البشك. شنقلت طبعا لما طبقت الورقه وانا اطبق في الورقه تميت نامر بالامر توكلوا يا خدام هذا الطلسم في كذا وكذا وكذا وكذا. وخذ الورقه وطبقها وخش بها للدار. عنده دار وراه هو. خش بها للدار جوا. هذه في بيته هو. في حوشه هو. وفي حوشه هو لما نقعدوا نحن مقمزين قاعدين ساكتين ما في شيء. جوا في ناس في معين في حركه نشعر بها لكن ما فيش حد ما نحكش فيه. تلفزيون يولع ويوطى. كملنا وطلعنا الحوش. طبعا هني رانا تريمي قالت لي ربنت الحوش راه تم تشينا بكره وكذا. وهني قلت له لا خليه. قال لي الحوش شنو خليه مسكر. رن علي الساعه 1:30 قال لي تعال لي توا وجيب لي معاك تكي علي اول محل جيب لي معاك 4 اقفال. جيت اعطيته الاقفال هذين قلت له شنو عندك انت بتسكر وكذا. قال لي بتسكر يا هذين لكي انت بنحصنك نبي نسكرهم لكي ما عادش نخليهم يجوا شورك بكي. شنو درت له في الاقفال؟ تو نقول لك انا شن قلت له باش هو درت له في الاقفال. تو نقول لك انا طبعا درت له في الاقفال هذينا ايقاف حال وتسكير بالكامل وعدم راحه هذينا. طبعا القفل او ما خذيته كتبت عليه حاجات معينه. كتبت عليه حاجات لكن مش بيانات نكتبوا فيه بسن حديد. بسن حديد. لما اعطيت الله حتى هو ما حقنش اصلا. خذا الاقفال قريت له عليه قلت عليه كلام انا. ما تقولش قريت له عليه. لا قلت عليه كلام ما هو يحسبها قرايه. ما قريت قران. ما هو لا هو يحسبها قرايه ما انا اوكي. لكن انا قلت عليه اسماء معينه وقلت له هذين الاقفال عدي ادفنهم في جوانب الاربعه انتهى الارض. فكيت مفتاح واحد قال لي رد المفتاح الاخر. رد افتح وسكر يجي 7 مرات. قال لي انت في عندك قطعه؟ قلت له في عندي قطعه. قال لي وين؟ قلت له في فينيسيا. قلت له تمام. شويه هنا وانا طالع قلت له باي انا. قلت له القطعه راهي لها منطقه سكنيه وكذا مرات يخشوا عيال والله كذا يلقوهم كذا ياخذون اطفال جدد وكذا. قال لي سي راحت ولقينا احفر حفره بسيطه وحط هنا كم حاجه في الزوايا بس. طبعا لما دفنها في جوانب الاربعه تحت الارض سكرت عليه وتم من نازل للنازل من نازل للنازل من نازل للنازل هيك. نبيع في قطاع اراضي الناس كلها تعرفني عارفيني في العقار نبيع ونشري فلوس ننزل بين الله اعلم وين يريحها. مبالغ. تميت تفقد في مال من البيت. نفقد في فلوس 25 30 تلقى فيه مش قاعدات. نلقى فيه مش قاعدات. باب الشقه ما نطلعش منه. كلام هذا سنتين. شنو سبب لك من امراض جسديه؟ دار لي مرض في الدم. رقدت في المستشفى 40 يوم
10 15 يوم. هذين كلهم من بعد ما جيت لابراهيم. هذين كلهم جني بعد جيت ابراهيم. قبل ابراهيم كانت اموري ميسره 100%. ابراهيم كان يكلم فيك انت تجيب له فلوس. انا نمشي له انا بروحي نعطي فيه فلوس. نمشي انا بروحي نعطي فيه فلوس. انا نمشي نعدي نعطي فيه فلوس. كمل. شلت مره 2000 ومره شلت له 1000 ومره شلت له اقل مبلغ شلت له 500 جنيه. ومتحشى مخرى منه. لما جيت جبت شباب سلفيين رقاة. شباب سلفيه. خشوا بدوا يقروا. بدوا يقروا وخشوا القطعه طلعوا المخده هذه وطلعوا كوره لقوا فيها الصوريه نتاعي متشرطه. وانت كنت فاقدها. كنت فاقدها وطلعوا الورقه اللي انا كنت دايرها عند ابراهيم. هو دفن بيده ما انا قعدت في المكان. بس الحاجه هذه كيف الاوتاد ووتد هنا ووتد هنا ووتد هنا وكل واحد شد واحد، فهمت؟ لما اثنين والله واحد يحول يصير خلخله، خلاص ما عادش يقعد الميزان متزن صح، يقعد لا ملخبط كله. لكن ما دام هي حول الاثنين ما الموضوع ما عادش ينفع، ما ينفعش. هذا كلمت الشيخ عز الدين ومحوتك ما حصلته وجاني ومشى للقطعه غادي. وبدا لما الشيخ عز الدين لما وصل للقطعه غادي وبدا يطلع، انا صار لي امور راسي سخن وداني تمني يظنن وجسمي هنا تمن بقاقيع بدريات مش متحمل شيء. قال لي اقرا قران. تميت نقرا في القران. لما طلع القفلين وطلع الحجابين هذيكين الاخرات في تحسن حسيته. الانسان لبيب نفسه في حاجه كي تريحت لها. انا تريحت لدرجه انه بدا عنده مرض المناعه مش منتظمه في جسمه. ولما يمشي يدير في تحاليل يقولوا له مناعتك سليمه. وبدا يطلع عليه طفح جلدي في الجسم. شن درت له؟ هذا سحر، اسمه سحر المرض. بس هذينا سحر المرض هذاهي بالتوهيم. يعني كيف نحن نقولوا مره توجع في وذنه تقعد، مره توجع فيه رقبته، مره يطلع عليه ورش، مره بطنه تنتفخ، مره يعدي يدير تحاليل يطلع عنده مرض، يعدي يدير تحاليل بعد يومين ما في شيء. الميه هذه اللي اعطيتها له قلت له اشرب الميه هذه. الميه هذه شربها هي اللي مسؤوله عن الحاجات هذين كلها. كان بالمرض كان بالخيال، كان بالكذا بكذا باي حاجه تبيه. صار له المرض هذا شنو؟ توهيم. يعني بالعربي يقعد الانسان وفي وهم يظن انه يحس ايوه يظن انه هو يحس في كذا. هو ما فيش شيء. هو توا اللي فيه يتألم. اللي يخلي فيه يتألم الشيء اللي مسؤول على المية اللي هو شربها. هو عبارة عن جان، فهمتني؟ يجي يزور فيه من فترة لفترة. ليش انت درت لهيك؟ انا درت لهيك السبب واحد بس، انا نبيه يقعد يتردد علي باش انا نقعد كل مره واخذ منه 500، مره واخذ منه 1000، مره واخذ منه كذا ويجيني. هو فعلا صار الكلام هذا. هو قال نمشي له ونعطي فيه 1000 نعطي فيه 1500. لا هي صح. ونحس في روحي مش نحس في روحي، قال نحس في روحي مقصر معاه. صح.